ريال مدريد بوجهين، وجه قبيح في الشوط الأول ووجه جميل في الشوط الثاني، ونحن لسه بنقول يا هادي. ومن ثاني مباراة امبابي يسجل هاتريك ويعتلي صدارة هدافي الليغا من الجولة الثانية. مرحبا بكم في حضرة هداف الدوري للموسم الثالث على التوالي. بالرغم من انه الريال فاز برباعية، ولكن تحس بانه الفريق لسه محتاج لشوية زمن، وده طبيعي جدا لانه نحن لسه في بداية الدوري. ولو سألتني عزيزي المشاهد عن افضل لاعب في المباراة، اكيد حقول لك بلينغهام، رغم انه ما سجل هدف ولكن قدم ماتش كبير جدا، صنع هدفين وكان مقاتل على كل كورة، خصوصا صناعة هدف فيني. الراجل بإصراره أخذ الكرة غصب وأهداها لفيني اللي سجل هدف وصنع هدف. ونوعا ما فيني يعني ممكن نقول إن المباراة دي أفضل من المباراة الماضية. وما ننسى كذلك الأداء الثابت والجبار لأردا جولير. ولكن خط وسط الريال صراحة لسه محتاج لشوية شغل. ثنائية سيلفا وفالفيردي ما أعتقد إنها حتنفع الفريق في المباريات الكبيرة. وعندي سؤال لكم، يعني ديوميندي جايبه 140 مليون عشان يقعد احتياطي؟ جاوب لي على السؤال ده في التعليقات. عموما 3 نقاط مستحقة، مبروك لعشاق الريال.